ايه لو انت مبتدئ، انا النهارده شغال معاك كمبتدئ. انا النهارده كمبتدئ معاك ممكن ناخد اخواتي من نصر الدين وهحاسبك بره البرنامج. قلت لها مفيش مشكله، مش هكدب عليك، فيها شغل حلو بس فيها مشاكل. مشاكلها ايه؟ مشاكلها الشحن العمرانيه. بص انا ما بروحش مناطق نضيفه اهو. ايه الصح؟ انك تاخد نسبه اوبر بس وتسيب الباقي للراجل. مشوار طويل اطلع بيه ومشوار ارجع بيه تاني عشان نتفرج على ماتش البرازيل لقيتهم منزلني 285. ليه بقى؟ بيقول لي اصل احنا اكتشفنا خساره. بس عادي، انا مش زعلان وبقول الحمد لله. ليه قلب معايا بخساره؟ دليل الشامل لمجال النقل الذكي. انت مش محتاج اي حاجه، انت محتاج بقى تشوف عندك عربيه، دور على عربيتك. جاهزين لأقوى فلوج؟ رحلة جديدة وكواليس الشغل على أوبر وديدي. يلا بينا نكسر الدنيا. السبت يعني اليوم اللي هو ما بعد العاصفه، اللي هو الويك اند، خميس وجمعه. طبعا اللي حصل معانا في الفلوج دوت ما فيش انسان بيحصل معاه كل المشاكل دي في يوم واحد يعني، الا انا اكيد. فانسى ونازلين فريش الحمد لله. فاللي فات مات، وانا زي ما انا وانا على وضعي ومفيش حاجه بتهزني الحمد لله. يلا بينا. اول ريكوست 12 كيلو رايح الماريوتيه كده هرم يعني ب 159 جنيه. فيلا نستفتح كده يوم السبت. بص يوم السبت انا قلت لك امبارح ايه لو انت مبتدئ، انا النهارده شغال معاك كمبتدئ. انا النهارده كمبتدئ معاك، انا كده النهارده هشتغل ان جنرال، مش هحبس نفسي في التجمع. تمام؟ ركز بقى في الفلوج ده. كده يا جماعه انا خلصت الريكوست الاولاني، بس الفكره هي كانت حاطه اللوكيشن غلط. يعتبر انا ما مشيتش كتير يعني. تمام، ما يعتبر ما مشيتش كتير. بس انا كويس انا لحقت نفسي. هي المفروض القاعه اللي هي عند الرمايه، فانا ترجمت، انا لقيت الحوار غلط فقلت لها، فقمت داخل من فيصل واختصرت. المهم المشوار عمل معايا 15 كيلو بالظبط. بعد ما اتحركت بيها قالت لي ممكن ناخد اخواتي من نصر الدين وهحاسبك بره البرنامج. قلت لها مفيش مشكله. جيت هنا احاسبها، كان الحساب عامل 260. انا صافي المشوار بتاعي توتال 15 كيلو ب 200 جنيه. تمام؟ هي توتال ادتني انا 300 جنيه. فده كده كان اول مشوار معانا، وربك بيطبطب علينا برضه الحمد لله. نصيحه ومعلومه: حدائق الاهرام او البوابات ديت فيها شغل حلو، مش هكدب عليك، فيها شغل حلو بس فيها مشاكل. مشاكلها ايه؟ مشاكلها الشبكه والشوارع المكسره اللي فيها. بس فيها شغل حلو، بتاخد منها ريكوستات حلو. تمام؟ طيب الريكوست اللي كان معايا اللي انا قلت لك كيلو وحاجه ده، هي اصلا انا بعد ما وصلت للنقطه خلاص، النقطه اللي هي حطاها تقول لي لا انا مش هنا اصلا، احنا في بي وانا في الف. طب افتحي اللوكيشن. طب انا افتح، لا اللوكيشن ما بيفتحش. طب امشي ازاي؟ قالت لي طب امشي على الطريق. طب مش عارف ايه. ففهمتها ان انا معايا برضه ريكوست تاني، اللي انا قابلت ريكوست تاني. فقالت لي عايز تنزلني نزلني. فانا طبعا ايه مش هينفع انزلها يعني. المهم فضلت ماشي بيها برضه، هي مش عارفه، هي مش عارفه تمشي، مش عارفه الطريق، مش عارفه العنوان. فاخر ما هديت قالت لي طب خلاص نزلني هنا. فنزلتها هنا. طب هعمل ايه طيب برضه؟ فاهم انت؟ انا طولت بالي قوي معاه. انا واحد غيري كان قال لها لا والله انا نقطتي هنا واتفضلي. طب يا جدعان معايا ريكوست دلوقتي نازل الجيزه صلاح سالم 22 كيلو ب 256. زي ما قلت لك المنطقه دي فيها شغل حلو، هتاخد منها ريكوستات حلوه قوي. فانا دلوقتي بتنقل من مكان لمكان، هو ده الشغل الانجنير. انا جالي كذا مشوار تحت عبد العزيز ال سعود، جالي 3 مرات 19 كيلو ب 200 جنيه. اقبله والعميل يكنسل، اقبله لا العميل بيكنسل. ده حاجه من الاثنين: لا اما ده حد عايز يضرب بونص، تمام، والريكوست ما بيرضاش يجيله، فاهم؟ لا اما هو مش عاجبه نوع العربيه. يعني ممكن يقول لك لا اصل ممكن لانوس تكييف مش شغال. فاهم انت القصه الحمضانه دي؟ فعادي انا ما بزعلش، بقبل، يرفض يرفض، مفيش اي مشكله. فيلا عارف بص دلوقتي يا جدعان 5 كيلو رايح الزمالك ب 80 جنيه. انا فين دلوقتي؟ انا في الجيزه. معايا ولا مش معايا في انا مضحي النهارده باليوم والله العظيم عشان اوريك انت ازاي تشتغل في البلد. تمام؟ وازاي وانت مبتدئ لسه مبتدئ تعمل فلوس او ترجع بمبلغ حلو، يعني ترجع بيوميه حلوه يعني على قد ما تقدر. وطبعا ده في الاول وفي الاخر بيبقى ارزاق وتوفيق من ربنا. تمام؟ فيلا بينا.
طبعا يا جدعان انا خدت ريكوست دلوقتي على العاق جديدي، العاق جديدي بتاع كابتن وليد. المهم الريكوست بيقول لك ايه يا معلم؟ هو رايح العمرانيه. بص انا ما بروحش مناطق نضيفه اهو. كله بالمجسر. 12 كيلو تقريبا ب 200 جنيه على العاق جديدي. فيلا بينا يا باشا. انا وصلت الريكوست بتاع العمرانيه هنا في شارع ابو زارع. هو المشوار 10 كيلو. التوتال هي دفعت 200 جنيه تقريبا، انا نزل لي 100 حاجه و60. فحلو طبعا. المهم في نقطتين عايز اكلمك فيهم تكمله للفلوج اللي فات. ركز حته التكييف. العميل السعودي لما اشتكى قال لك انا يا دوب انا ركبت ونزلت والكابتن كان بدأ الرحله، فطلع له 150 جنيه، والراجل دفع ال 150 جنيه. فالحته دي فيها حرمانيه شويه. ليه؟ انت ما اتحركتش ما مشيتش، طلع لك 150 جنيه. انا ما بقولكش حاجه، بس هنا الصح ايه؟ الصح انك تاخد نسبه اوبر بس وتسيب الباقي للراجل. يعني دي وجهه نظري. تاني حاجه البرنامج الاصفر والاخضر الاثنين ممكن تشتغل فيهم من غير تكييف عادي، الا لو انت عربيتك كومفورت مؤهله كومفورت او جاي لك رحله مريحه. فهنا طالما جات لك رحله مريحه فلازم تشغل التكييف. شكرا. بص يا عم المبتدئ، دلوقتي الساعه 11 ونص. انا كنت بدور من بدري على مشوار طويل اطلع بيه ومشوار ارجع بيه تاني عشان نتفرج على ماتش البرازيل والمغرب. فجالي دلوقتي مشوار مصر الجديده 25 كيلو ب 300 جنيه، فنوديه ونشوف حاجه من هناك ننزل بيها ايه الجيزه تاني. فيلا بينا بقى. بصوا يا جدعان انا دلوقتي وصلت الريكوست اللي معايا من العمرانيه هنا لسانت فاطمه مصر الجديده. تمام. انا واخد المشوار ده على 25 كيلو ب 300 جنيه زي ما قلت لك. بعد ما نزلت العميل ببص على اهم حاجه، انت لازم تراجع الفلوس اللي بتنزل لك. ما تقفلش المشوار وكده شكرا على الله خلاص، لا يا باشا، عشان بيحصل تغفيل بالذات في اوبر بيحصل تغفيل. لقيتهم منزلني 285. ليه بقى؟ بيقول لي اصل احنا اكتشفنا تغيير في المسار. تغيير في المسار انا طلعت كوبري اكتوبر من اوله واقف، فاضطريت ان انا انزل من رمسيس. تمام. لان كوبري اكتوبر واقف زي ما قلت لك امبارح، والحته بتاعت رمسيس لحد غمره الحته دي واقفه، يعني وقفت فيها شويه وبعدين انا نزلت العميل في نفس النقطه. المشوار اثر معايا كيلو ونص، فعشان كيلو ونص دول نزل لي 15 جنيه. انا مش فارق معايا ال 15 جنيه، انا ساب لي العميل اصلا 5 جنيه، حسابه 205 بيديني 300، اديته ال 100 وقلت له خلاص انا مسامح في ال 5 جنيه. انا كل يوم على كده على فكره، كل يوم بسيب لي العملاء فلوس اقسم بالله. فانا دخلت دلوقتي عملت شكوى في اوبر، يقول لي اصل احنا لاحظنا تغيير في المسار. قال لي تواصل معانا، تواصلت معاه وحكيت له القصه. لما هنشوف بقى هيزودوني ولا لا، بس هو كده استلواح. طبعا يا جدعان انا دلوقتي يعني انا مشيت بتاع حوالي 2 كيلو كده وايه، كنت هنزل النفق ده بتاع الطيران، كنت اخش مدينه نصر عشان اشوف ريكوست اروح بيه، لان هنا الدنيا لقيتها نايمه في مصر الجديده. فمشيت شويه يعني. فالمهم وانا ماشي كده جالي ريكوست الجيزه، نازل الجيزه كده 18 كيلو ب 153 تقريبا، ب 153 فانا كده كده هروح. ف مشوار مش احسن حاجه، بس مش مشكله، احنا كده كده معوضينهم في المشاوير اللي احنا خدناها. تمام. فيلا بينا يا باشا. طبعا يا جدعان انا كده وصلت الريكوست اللي معايا. بص هو الريكوست اللي معايا ده قلب معايا بخساره، بس عادي انا مش زعلان وبقول الحمد لله. ليه قلب معايا بخساره؟ لان انا المفروض اطلع كوبري اكتوبر عشان المسافه يبقى زي المسافه اللي انا خدتها 18 كيلو. كوبري اكتوبر يا حبيب قلبي مدعكه. المشوار انا كنت رايح بيه مصر الجديده
كوبري اكتوبر واقف من اول الطلعه اللي هي على الكورنيش، واقف حرفيا لحد بعد غمره واقف. فانا نزلت من عند ايه، طبعا هقف كل ده هقف كتير، فنزلت من ايه، من نزله رمسيس طبعا. وانا جاي بالمشوار دوت، انا ما رضيتش اقبل مشوار دقي عشان ما اطلعش اكتوبر، وكان جاي ب 200 جنيه 19 كيلو، والله ما رضيت اقبله. تمام. المهم وانا جاي المشوار دوت لقيته مديني كوبري اكتوبر، فقلت للعميل، قلت له كوبري اكتوبر واقف، تحب نطلع بس هيعد عليك الوقفه. انا خيرته يا باشا، قال لي لا خلاص خلينا في الايه، في الاسرع. انا ما عنديش مشكله اجي على نفسي وامشي 3 كيلو زياده ولا 4 كيلو زياده احسن ما اقف فوق في كوبري اكتوبر ساعه ونص، دي وجهه نظري. ومع ذلك بص انا مشيت مسافه زياده والمشوار ما زادش، يعني هي اوبر هنا بحالات، يعني انا ماشي المشوار قافل معايا 21 كيلو من 18، ادي 2 قافل معايا 3 كيلو زياده. اوبر ما انا مش فارق معايا، بس انا بس حبيت ايه اوضح لك القصه وما فيها. هو ده كده كان يومنا الجميل كمبتدئ. انا النهارده يا جماعه شغال كمبتدئ، تمام. انا مش شغال كعمر اللي انا بنزل اشتغل، تمام. انت كده معاك كل حاجه، انا اديتك دليل شامل لمجال النقل الذكي. انت مش محتاج اي حاجه، انت محتاج بقى تشوف عندك عربيه، دور على عربيتك وانزل وقول يا رب. ماشي. انا النهارده شغال على اوبر، انا اول مره هقول الكلام ده، انا ما بقولش، بس انا بقول لك ان انا نازل النهارده اهو كمبتدئ. انا عامل 6 مشاوير على اوبر، وده مش شغل، انا ما بعملش 6 مشاوير ابدا. بس انا ليه عامل 6 مشاوير؟ لان انا شغال ان جنرال زي ما قلت لك، شغال في كل حته في مصر. شفتني انا رحت كل حته في مصر، تمام. عامل 6 مشاوير على اوبر ب 1K 28 1K 28، ومعانا مشوار على ديدي ب 160 باوند 160 جنيه او 163 جنيه، تمام. ده كده شغل واحد مبتدئ لسه اللي هو بيتعلم. في كام بقى؟ يعني انا اوبر قلت لك 6 مشاوير، طب اوبر عامل فيها كام؟ يعني انا شغال كام ساعه؟ انا نازل النهارده 8 وي تقريبا. عامل يا عم في اوبر، شغال بالظبط في اوبر 5 ساعات 5 ساعات. والمشوار بتاع ديدي دوت قول لي يا عم ساعه، اديله ساعه، وهو كان اقل من ساعه، يعني 6 ساعات. يعني انت دلوقتي لو انت واحد مبتدئ في 6 ساعات هتقدر تلم الدنيا. بس هقول لك بقى شغل الانجينير ده فيه ميزه وفيه عيب. انا هقول لك الميزه وانت في الكومنتات هتقول لي العيب، تمام. الميزه انك ممكن في وقت قليل جدا وفي عدد مشاوير صغيره 5 6 مشاوير تعمل مبلغ وتروح بيتك. العيب بقى هستناك تقول لي عليه في الكومنتات. ودام وصلت لحد هنا اذكر الله وصلي على النبي، وانا كده خلاص عملت اللي عليا، مش هعمل تاني فلوجات للمبتدئين ولا اللي عايزين يشتغلوا. انا كده براءه يا باشا، ارجع بقى لطريقتي في الشغل وارجع لطبيعتي في الشغل. خلي بالك الرقم اللي انا عملته ده انا ممكن اعمله وانا في التجمع في 6 ساعات برضه، وفي 7 ساعات، وفي مشاوير صغيره. انت عايز تعرف الكيلومتر؟ طبعا عايز تعرف الكيلومتر. انا كواحد النهارده مبتدئ كيلومتر 103، يا عم قول 105، يا عم قول 110، قول 110، تمام. انا ماشي النهارده بس كده فاضي حوالي 10 كيلو 11 كيلو، بس انا مش هشيلهم لك. انا كده قلت لك توتال الكيلومتر 110. فبقول لك ايه، سلام.